يلا نعمل كحك العيد في 3 دقايق بس. احنا هنعمل الكحك بالسمسم، هنجيب سمسم وريحة كحك وخميرة. كيلو الكحك، الكيلو دي بيحتاج كوبايتين سمنة او نص كيلو سمنة. انا هنا حطيت كوباية سمنة بلدي وكوباية سمنة روابي. مع كيلو الدقيق كنت نخلة الدقيق كويس، حطيت عليه ريحة الكحك وقلبتهم. وبعدين حطيت عليه السمسم محمص في معلقتين سمنة، يعني السمسم ده انا حمصته في معلقتين سمنة. وبعدين حطيت كوبايتين السمنة على الدقيق وريحة الكحك والسمسم وقلبتهم كويس في بعض. بعد ما قلبتهم كويس الكحك هو ليه حاجة كده بتتعمل اسمها ان احنا بنبس الكحك. عبارة عن ايه البس ده؟ ان احنا بندوب قوي الدقيق والسمنة جوه بعض. فاللي هو بنعمل الحركة دي اللي هما بنخلي العجينة بين ايدينا كده ونفركهم في بعض، بحيث ان هما يمتزجوا كويس قوي. الموضوع دوت هو بياخد وقت شوية، بس هو ده السر في ان الكحكاية تكون ناعمة. تمام. ايه الفرق بقى يعني بين البس ده؟ ان هو بدل ما بيكون بالشكل ده بيبقى ناعم جدا بالشكل ده. طبعا هو الموضوع مثلا بياخد له في حدود 10 دقايق او حاجة، بس في الاخر بيبقى ناعم كده. وبعدين بيقولوا برضو ان احنا لو حطينا السمنة على البارد هي بتدي قوام انعم من كده كمان، غير اللي هي بتكون متسيحة. إيه، ماشي. نعمت معانا هنعمل ايه؟ هنجيب كوباية مية، معاها 3 كوبايات سكر وباكو الخميرة اللي احنا كان معانا في الاول. وبس هنخليه ال ال يعتبر الكحك اللي احنا خليناه مبسوس وناعم ده هيشرب المية بالخميرة. بس كده، مجرد ما شربها وبقت معانا اهي تمام كويسة العجينة. إيه هنعمل ايه؟ هنكورها. لو حسينا ان العجينة ناشفة معانا شوية محتاجة سيكة مية هنحط لها شوية مية او معلقتين سمنة. لو العجينة كويسة خلاص تمام. بس وبنجيب الصاجات بتاعتنا وبنرص فيها الكور اللي احنا عملناها اللي هي تعتبر بتاعة الكحك، وبندوس عليها بالطباعة وندخلها الفرن. وبنحاول ان احنا نحطها على نار هادية عشان تطلع معانا باللون اللي هو محمص خفيف ده. وبس كده اهو. بعد كده بنجيب السكر وبنسكر الكحك. وكل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود علينا جميعا الأيام بخير يا رب. أنا دينا الشناوي، بحبكم وبعمل أكل بالحب. تابعوني في قناتي وجربوا الكحك وإن شاء الله يعجبكم. كل سنة وانتم طيبين.